في اخر زياره لنا في الساحل يا جماعه، طبعا زي ما انتم عارفين وتابعتونا، زورنا سي شور وقلنا اللي ليه واللي عليه، وكان الكونسيرن بتاعنا تحديدا يعني على المشروع ان هو ارضي وخمسه وهيبقى زحمه شويه. ما عدا ذلك مفيش غلطه. فاحنا معانا ايمان النهارده، كنا عايزين يعني حد تاني، هم صدروا ايمان، يبدو ان هي اكتر حد يعني شاطر. فخلينا نسمع من ايمان ايه قصه سي شور وايه اللي خلينا نشتري في سي شور. اوكي، هاي، انا ايمان علام، سيل سوبرفايزر من هايد بارك. لا، انا بشوف كونسيرن بتاع ان سي شور هيكون مشروع زحمه، مش كونسيرن حقيقي، لان احنا البروجكت عندنا متقسم لاكتر من فيز. بص، نسفت الكونسيرن قبل ما تتكلم. دي حقيقه، لان البروجكت عندي متقسم لاكتر من فيز. كل فيز بيبقى فيها الكاباسيتي بتاعها بالخدمات بتاعتها. عندي مرحله اللي هي بيتش شاليه، دي مباني G+1، المبنى بيكون ارضي واول بس، ودي الدليفري بتاعها بيكون within سنه. عندي مرحلة شورفيل شاليه، دي بتبقى ارتفاعات المباني G+2+ بنت هاوس، بيكون عندي 3 يونتس بس في الدور، ودي دليفري بتاعها وزين سنة. بلس ان انا عندي 70% او 60% من البروجكت سنجل فاميليز، تاون هاوسز، وين هاوسز، ستاند الونز، وعندي تاون هاوسز الاستلام بتاعها من اول سنتين وهتكون فول سي فيو. المرحلة اللي عندي اللي الناس بتقول ان هي ممكن يبقى فيها كاباسيتي عالية شوية هي مرحلة لاجون تاون. ولاجون تاون مرحلة دايركت على 6 فدان كريستال لاجون باي كريستال لاجون، بلس ان المرحلة الدليفري بتاعها ودن سنتين، بلس ان التيكت برايس بتاعها اكوردنج لكل اسعار الماركت، لبراند نيم، للخدمات اللي انا بقدمها كهايد بارك، هو تيكت برايس ريزنبل جدا على المباني الG+4. طيب تعال نتكلم. ارضي وستة، ارضي وخمسة؟ ارضي، لا احنا ارضي واربعة بلس بنت هاوس، لان احنا عندنا لما بنطلع المبنى بيبقى كاسكيدنج، فمش نفس عدد اليونتس تبقى موجوده في الدور الثالث هي اللي موجوده في الدور الرابع او الخامس. تمام. فبنتعامل مع الدور الخامس على انه بنت هاوس بعدد يونتس قليله جدا. طيب اقدر اقول ان انا مثلا لو انا عملت زي اكس من المشاريع وعملت ارضي واثنين او ارضي وثلاثه، سعر الغرفتين عندك بدل ما هو 11 او 12 هيكون 15 16؟ عايزه تقولي ده؟ مش بالظبط، لا مش عايزه اقول كده بالظبط، بس عايزه اقول ان اغلبيه الديفلوبرز دلوقتي بتعمل G+4 وG+5 عشان اقدر ادي للكلاينت تيكت برايس ريزنبل مع براند نيم محترم مع خدمات اوريدي قائمه. يعني انا بعمل تيكت برايس ريزنبل. لو انا عن نفسي كايمان لو بشتري في عماره او بيلدينج G+4 بس ضمن المطور، ضمن اللوكيشن، ضمن الكوميونتي، ضمن الخدمات، اكيد مش هبقى متضايقه في حاجه. عجبتني، بس ستيل في كثافه. ستيل في كثافه، بس ستيل كل حاجه موجوده محسوب حسابها، وفي كثافه في مرحله معينه بس، لكن باقي البروجكت مش هيكون فيه كاباسيتي على الخدمات زي ما انت متخيل، لان انا كل مرحله بسلمها باللاجونز بتاعتها، بالانتري بولز بتاعتها. عندي 2 بيتش كلاب، على واحد على البحر وواحد اوريدي في نص المشروع. عندي منطقه كوميرشال ستريب فيها كل الخدمات، مطاعم، كافيهات، فاوريدي عامله حساب العائلات اللي هتبقى موجوده جوه الكومباوند. ايه البلاك هورس في التايبس في سي شور؟ البيت شاليه ده بيبقى دايركت على انتري بول. احنا كل البولز الموجوده عندنا في سي شور بتبقى بولز بمداخل شواطئ، فبتدينا فايب ان احنا كمان قاعدين على اللاجون، وده موجود في نص البروجكت ووكن ديستنت للجرين سباين اللي احنا عاملينه جوه سي شور. الدليفري بتاعه ودان سنه، والمبنى بيبقى ارضي واول بس. شايفه ان سي شور هايد بارك هيكون افضل مشروع بيتاجر في الساحل؟ هو افضل مشروع بيتاجر اوريدي. ده حقيقي يا جماعه، ودي الحاجه اللي تخلي حد يروح سي شور وهو مطمن. شكرا يا ايمي. لو محتاجين تفاصيل عن سي شور تواصل معايا.